السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترينا تلاجة 24 قدم، نستلم في المخزن لقينا مكتوب عليها 19. دفعنا فلوس تلاجة 22 قدم، وصلت البيت بنبص عليها لقينا مكتوب عليها 17 قدم. ايه الحكاية بالظبط؟ يلا بينا نشوف. بطاقة الكفاءة يا جماعة اللي موجودة على الأجهزة الكهربائية زي التلاجة والغسالة والشاشة وحتى الخلاط مهمة جدا، ده لأن بيكون مكتوب عليها اسم الشركة المصنعة، رقم الموديل، استهلاك الكهرباء وبيانات تانية. ان شاء الله تعالى هنتكلم النهارده على بطاقه الكفاءه اللي موجوده على الثلاجه، اللي سببت ازمه كبيره ما بين التاجر وما بين العميل في اخر كام سنه. عشان نعرف الموضوع بدا ازاي هنرجع بالزمن لورا حوالي 6 او 7 سنوات. ايامها ما كانش بيتكتب على الثلاجه اي قدم، الموضوع كان متروك للتاجر ومندوب الشركه. يعني الثلاجه نازله جديد مثلا عرضها 80 سم بارتفاع 175 وعمق 75 سم، كان يتقال عليها تقريبا 23 قدم، ممكن اكتر او اقل شويه. جت الجهات المعنيه في الدوله وقالت للشركات ان القدم اللي بيتقال في السوق مبالغ فيه جدا والمفروض يكون اقل من كده بكتير، والزمتهم ان هم يكتبوا على الثلاجه قدم صحيح ومنضبط. ومن هنا حصلت المشكله. الثلاجه اللي طول عمرنا بنبيعها على انها 28 اصبح مكتوب عليها 21 قدم. الثلاجه اللي طول عمرنا من سنين بنبيعها على انها 18 اصبح مكتوب عليها 16 قدم. للاسف التاجر فضل يبيع زي ما هو، ما وضحش للعميل ايه الفرق اللي حصل، والعميل اشترى ودفع ونقل بعربية ووصل البيت لقى قدم مكتوب أقل كتير من اللي اتقال له في المعرض. أكيد طبعا هيزعل وهيغضب وهيحس إن هو لبس، خلينا نقول لبس في حيط. لو افترضنا حسن النوايا ما بين كل الأطراف هنقول في خطأ من العميل اللي مهتمش يعرف البيانات اللي مكتوب على المنتج اللي اشتراه، ولا التاجر وضح الفرق اللي حصل على القدم الجديد أو القدم القديم. بطاقة الكفاءة يا جماعة مهمة جدا، ده لأن بيكون مكتوب عليها اسم الشركة المصنعة، رقم الموديل اللي مستحيل يتكرر في نفس الشركة، تدريج بيوضح مدى جودة الثلاجة واستهلاك الكهرباء. يعني لو عندي المؤشر مرتفع ناحية حرف ال A أو ال B بيكون استهلاك كهرباء أقل وجودة أعلى، ولو المؤشر منخفض ناحية حرف ال D أو ال E بيكون استهلاك كهرباء أكبر وجودة أقل. آخر حاجة موجودة على بطاقة الكفاءة هو الاستهلاك الشهري بالكيلو وات في الساعة. لو عجبنا أكتر من تلاجة مثلا 22 كيلو وات استهلاكها، تلاجة 30، تلاجة 35، أكيد لو اخترنا الاستهلاك الأقل هيكون أفضل ليا وموفر معايا في فاتورة الكهرباء. يجي دلوقتي ميعادنا مع سر من أسرار البائعين. ما ينفعش ندخل المكان ونقول لهم السلام عليكم أنا عاوز أشتري تلاجة 26 قدم. الأفضل يكون معانا رقم الموديل أو الساعة بتاعتها عشان ما نديش مساحة كبيرة للي قدامنا. ولو لسه أول مرة ننزل نشتري لا نعرف لا موديل ولا سعة ولا أي بيانات، يبقى التلاجة اللي عجبنا شكلها وحجمها وسعرها مناسب لنا نحاول نعرف البيانات اللي مكتوبة عليها عشان نعرف دفعنا فلوس في إيه وإيه اللي هنستلمه في المخزن أو هيوصل لنا البيت. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.